مع ضيف حلقتنا الدكتور طارق احمد سعيد، استاذ جراحه التجميل وطب القصر العيني. اهلا بيك دكتور طارق. دكتور طارق، عايزين نتكلم عن جراحات التجميل او انواع جراحات التجميل. طيب، هو في انواع جراحات التجميل متعدده جدا طبعا، كلها تتوقف على الغرض منها او المكان اللي احنا هنعمل فيه جراحه التجميل. طبعا انت عارفه حضرتك السيدات بالذات بعد الحمل والولاده مره او اكثر بيحصل لهم نوع من الترهل في البطن بصفه عامه. الترهل ده تغيير لجسمها كله. احنا بنتكلم دلوقتي على البطن. البطن بيحصل فيها ايه في الحمل والولاده؟ بيحصل فيها الاوسمه طبعا، وبعدين بيحصل بعد الحمل والولاده بتفقد الوزن اللي هي كانت جزء كبير من الوزن اللي كانت زادته، بالاضافه ان بيحصل ترهل في عضلات البطن طبعا، لان بعد الحمل والولاده العضلات تمددت. لو البطن بقى مثلا فيها حته بارزه لان فيها شويه دهون هنشيلها خلاص بشفط، خلاص يبقى الموضوع خلص. لكن لو كان في العضلات مترهله يبقى الموضوع ما يتحلش بشفط، يبقى هي العينه تيجي تطلب شفط دهون، لكن احنا بنقول لها ما ينفعش، مش هو ده اللي هيحل المشكله. المشكله دي محتاجه لعمليه شد للعضلات المترهله، والا هتشفط الدهون. يعني معنى كده ان شفط الدهون مش مناسب لكل اماكن، مش كل حته ومش لكل مريض. يعني ممكن نفس المكان عند مريض يبقى شفط الدهون هيحل المشكله نهائيا، في مريض في انسان تاني ما يحلوش، محتاج حاجه ثانيه معاه. طيب يعني دلوقتي انا هشرح لحضرتك. لو قلنا مثلا مختلفه من مكان لمكان، خلينا في نفس المكان كمان، ومنفس المكان من انسان لانسان. خلينا اول نقول شفط الدهون من مكان لمكان، نتكلم عن يعني مثلا في معنى اخر، يعني لو حصل سمنه في البطن ممكن يتعمل لها شفط دهون، لكن مثلا الثدي بعد الحمل والولاده لو كبر ما بينفعلوش شفط، ما بنعملوش شفط، نعمل له عمليه ثانيه اسمها عمليه تصغير للثدي، لان الشفط في الثدي ما ينفعش، لان معظم المكان ما بيبقاش دهون، بيبقى حاجات ثانيه. وفي نفس المكان لو افترضنا ان المكان مليان دهون بطريقه معينه، الدهون لما بتبقى ماليه المكان بتبقى ماليه الجلد كمان، نفخ الجلد حواليه، يبقى انا لما اشيل الدهون افضيها لازم اطمن ان الجلد ده هينقبض ويرجع لمكانه الطبيعي. دي اللي الدكتور اللي بيقدر يعرفها. فممكن واحده يقول لها ينفع، انما المريضه الثانيه من نظرته لنوع الجلد يعني بيعتمد على نوع الجلد. ده جزء من حاجه من الحاجات اللي بنحدد على اساسها، وبالتالي هي ما تقدرش تعرف اذا كان هينفع الشفط ولا لا، لكن الدكتور يقدر يعرف. وفي هذه الحاله لو الجلد هيترهل مش هينفع لها شفط، هيتعمل لها شفط وشد. في نقاط كده نقول ايه هي مواد الحقن؟ الحقن ليه 3 اسباب. ملو زي ما قلنا بنملى، وزي ما شرحت ممكن فات، وممكن ماده اسمها هاليورونيك اسيد بنملاها، الماده دي هي اللي بتعمل التمديد، او بنحقن ساعات حاجات بتضيع التجاعيد بطريقه ثانيه. لو حاجه مشهوره قوي دلوقتي بيسموها بوتوكس. بوتوكس دي ماده اكتشفوا ان بعض التجاعيد اللي موجوده في الوش زي في المكان هنا بالظبط بتاع التكشيره بيبقى نتيجه ان العضلات من كتر استعمالها بقت قويه جدا في عامله الكرمشه دي، فالماده دي بتعمل ارتخاء للعضلات، وبالتالي لما تتحقن في العضلات اللي تحت الكرانيش العضلات ترتخي، الكرانيش تروح تقعد برضه حوالي سنه. فدي مجال تاني للحقن خالص مختلف عن اللي احنا قلناه قبل كده. ده حقن لعضله مسؤوله عن تجاعيد معينه. هو الحقن الجديد بقى الثالث حقن الاذابه الدهون. بقى دلوقتي احنا قلنا في شفط وفي شد، لا في حاجه للكميه اللي اقل من الشفط شويه، في مواد بتتحقن بتعمل اذابه للدهون، تذوبها تحت الجلد، والجسم يتولى امتصاصها واخراجها بعد كده، وبالتالي تقدر تحسن المنظر من غير ما تعمل عمليه شفط، حتى مش عمليه شد ولا شفط كمان. زي ما حصل كده ابتدوا يعملوا ده بيسموه، اللي انا قلته ده بيسموه ميزوثيرابي. دكتور طارق، الحديث شيق جدا مع حضرتك، بس في النهايه بنشكرك ونقول لك نورت معانا في النص الحالي. شكرا. مشاهدينا خليكم معانا.